مرحبا أهلك، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تشاهدوا فيديو اليوم. فيديو اليوم يا جماعة رح يكون عن قصة مرعبة. بس هاي القصة يا جماعة صارت مع شخص عربي عاش هاي القصة يا جماعة، وهو عم يروي قصته المرعبة أو تجربته المرعبة اللي صارت معاه يا جماعة. بس قبل ما نبلش بهذا الفيديو أو قبل ما أحكي لكم القصة يا جماعة، لا تنسوا إنكم تحطوا لي لايك كتير كبير لهذا الفيديو، كمان انكم تشتركوا بالقناة بالضغط على زر الاشتراك الاحمر يلي راح يظهركم على الشاشة، وايضا لا تنسوا انكم تضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء انا بنزله على قناتي. واخيرا يا جماعة لا تنسوا تكتبوا لي تعليق حلو يعني، وتقولوا لي رأيكم على القصة اللي راح تسمعوها من هذا الشخص يا جماعة. وهذا الشخص العربي يا جماعة عمره تقريبا 18 سنة، ما أعرف قديش صار عمره هلا يا جماعة. يلا نبلش بهذا الفيديو. فيديو اليوم يا جماعة رح يكون عن قصة حدثت مع شخص مثل ما أنا قلت لكم في أولية الفيديو. القصة بتقول: دائما وأحيانا تحصل لي مواقف مرعبة ومخيفة جدا وما أخبر أي أحد سوى أمي. فمرة لما ذهبنا لبيت جدي احتجت لي شيء من منزلنا، واضطريت للذهاب إلى منزلنا علما أنه الوقت كان مغرب. فرجعت لي المنزل ودخلت أبحث عن الشيء اللي بدي إياه. فجأة انطفأ الضوء، فما تميت لهذا الشيء وأشرت يا جماعة إلى كشاف هاتفي، وإذا بي يا جماعة أسمع صوت فتاة تضحك بصوت منخفض. كان صوت طفلة بيصدر من السرير. فتجمدت من الرعب ورفعت كشاف هاتفي ورأيت شيء يشبه مثل شكل المرأة، كانت مظلمة كلها. من شدة الرعب يا جماعة هربت لخارج البيت وأنا حافي القدمين، وعدت لبيت جدي. وفي كثير من الأحيان أو في كثير من المرات يا جماعة أرى أمي في منتصف الليل جلسة على كرسي تقرأ كتاب، ولما أناديها يا جماعة ما تكلمني أبدا، فأعلم إنه هي مانها أمي وبتخبى تحت الغطاء. وأكثر موقف مرعب حصل لي لما كانت أمي والجميع في بيت خالتي إلا أنا كنت على سريري ألعب بالهاتف، وإذ بي أشعر برغبة كبيرة في النوم والنعاس الشديد. حاولت أنه أقاوم لكني ما قدرت يا جماعة، وكأنني مخدر. استلقيت وبدأت عيناي في الانغلاق، وقبل أنه تنغلق بالكامل أصبحت هناك أصوات ضوضاء في رأسي، ورأيت على سرير أختي اللي بجانبي شيء أو شخص أسود يجلس على السرير ولديه شعر أسود ويتحرك يمينا ويسارا. حاولت فتح عيني ولكني ما قدرت، ولما استيقظت كانت الملابس اللي تركتها على سرير أختي كلها متناثرة على الأرض، وهذا يثبت إنه ما حصل كان حقيقة يا جماعة. بيقول صاحب القصة يا جماعة بإنه دائما لما أدخل للحمام عشان استحم تعود تلك الأصوات في رأسي، وأبقى لمدى طويل في الحمام وأشرب سجائر، وبمجرد نفثي للدخان تختفي تلك الأصوات. بيقول صاحب بالقصة يا جماعة كمان إنه هو يرى الكثير والكثير من الأشياء وما رح يحكيها إلا لاحقا. فإذا كان يا جماعة في جزء ثاني للقصة، أو إذا هو حكى عن قصته بالكامل، لأنه القصة لسه ما انتهت يا جماعة، أو الأشياء اللي هو ما حكاها، الأشياء اللي صارت معاه، وهو شاف الكثير من الأشياء لكن هو ما كان حابب إنه يحكيها إلا لاحقا، يعني بعدين رح يحكيها يا جماعة. فإذا كان في جزء ثاني، أو إذا لقيت قصته أو لقيت تكملة القصة إن شاء الله راح أحكي لكم، وراح أعمل جزء ثاني حول القصة يعني هاي، وراح كملها وراح كمل لكم أحداث القصة أو أحداث قصته المرعبة. فقولوا لي بالتعليقات رأيكم عن القصة يا جماعة، وتعليقات يعني تحت في التعليقات قولوا لي رأيكم بقصة هذا
الشخص يا جماعة. ولا تنسوا انكم تحطوا لي لايك كتير كبير لهذا الفيديو، وكمان تشتركوا بالقناة بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اللي راح يظهركم على الشاشة. وايضا لا تنسوا انكم تشغلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل شيء انا بنزله على قناتي. ايضا يا جماعة لا تنسوا مثل ما قلت لكم انكم تتركوا لي تعليق حول قصة هذا الشخص يلي انا حكيت لكم عنها وكذا، وتقولوا لي رأيكم حول القصة. وانا بدي لكم بالاخير لا تنسوا دعواتكم لاهلنا في فلسطين يا جماعة. ان شاء الله الله ينصرهم ويحميهم. وكمان لا تنسوا دعواتكم كمان لاهلنا في لبنان يا جماعة. اهلنا في لبنان في حرب، فالله ينصرهم وإن شاء الله الله ينصرهم ويحميهم بإذن الله. ولا تنسوا يا جماعة دعواتكم للبلدين يا جماعة، يعني فلسطين ولبنان، لأنه لبنان كمان عم تعيش الحرب يا جماعة وعم يعانوا يا جماعة. فلا تنسوا يعني تدعوا لأهلنا في فلسطين وكمان لأهلنا في لبنان. الله ينصر أهلنا في فلسطين والله ينصر أهلنا في لبنان. وأنا بدي لكم باي باي.